بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي ونقول أحلى بسكويت ممكن تاكل. سجلي المقادير دي وعينيها رمضان. طبعا في ناس ما بتحبش الحلو وفي ناس بتحب الحادق. عندك الطريقة دي حادق بس جميل جدا وسهل وبسيط، ومقاديره مفيش أسهل من كده، ولا هتتلخبطي في مقادير ولا أي حاجة. نشوف مقاديره بطريقة سهلة وبسيطة وناعم ناعم ناعم، طعمه جميل قوي زي بسكوت تاك كده بالظبط اللي احنا عارفينه، وكمان اطعم لان انت بتبقى عاملاه بايدك. بصي المنتفخة دي، بصي طعمه جميل وريحته حلوة، ومش قادرة اقولك بصراحة يعني انتوا هتتبسطوا جدا لما تعملوه. مقادير بسيطة، نشوف مقاديرنا كده واحدة واحدة. معانا هنا تمن جبنة، انا جايباها تلاجة، هي اي نوع عندك، ينفع اسطنبولي، ينفع تلاجة، ينفع اي نوع. الجبنة قد الزبدة بالظبط، لو تمن جبنة هيبقى تمن زبدة. 500 جرام 500 جرام، الاتنين قد بعض بالظبط. دي حاجة سهلة جدا، وهنحط معاهم فنجان صغير من الزيت، وهنفضل المفروض ان احنا نعجن فيهم كده بالمعلقة لغاية ما يبقوا عاملين زي الكريم. عايزة تضربيهم تضربيهم بالمضرب، بس انا حبيت اعرفك باسهل طريقة بالمعلقة. ما غيرتش حاجة اهو، وبمنتهى البساطة. نعيد اللي احنا حطيناه تاني. مقدار الجبنة قد مقدار الزبدة، وعليهم ربع كوباية زيت. كل ما بيكتر كل ما بنكتر الزيت الضعف. حلو الكلام. انا هنا حاطه تمن وتمن 125 جرام. لو حطيتي 100 جرام زبدة هتحطي 100 جرام جبنة، هتحطي ربع كوباية زيت، وهكذا. طبعا تمن جبنة تمن زبدة كده كام؟ ربع. هنحط زيهم بالظبط ربع دقيق. حلو الكلام، مفيش اسهل من كده. يعني الوزنين بتوع الجبنة والزبدة هنحط قدهم دقيق فقط لا غير. هي دي مقادير البسكويت. 3 مكونات مش معقولة طبعا، 3 مكونات وهيطلعوا لك بسكويت حادق بس بطريقة جميلة جدا. انا طبعا حطيت جبنة تلاجة، ما تنسوش يا جماعة الخطوة دي. فحطيت شوية ملح. لو انت هتستعملي جبنة اسطنبول حادقة ما تحطيش ملح، ده او ده. طبعا الجبنة التلاجة بتحتاج ملح. هتستعملي جبنة فيتا برضو ما تحطيش ملح لان ملحها كفاية، انما الجبنة التلاجة ملحها خفيف جدا. تمام. هلم كل كده في ايدي زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى السهولة. طبعا ما تقوليش في الوقت ده ان هي عايزه دقيق، هي مش عايزه دقيق، انا جزتها بايديا التانية ما شاء الله جميله وقوامها حلو. شويه كده بس هنريحها بس 5 دقايق او 10 دقايق. انا ما ريحت اشتغلت فيها عشان انا عارفه شغلي. الجولتين عبال ما يشتغل فيها ويشرب السوائل اللي فيها هتلاقيها معاكي تمام. هنفرد دقيق فوق وتحت، عايزه بين كيستين مفيش مشكله، بس انا رشيت هنا شويه دقيق فوق وتحت، وهشتغل براحتي واحده واحده كده على مهلي وهشتغل. طبعا دي حته جبنه لزقت وطلعت في النشابه، وهبتدي شلتها وخلاص. هنا معاكي قطاعه مدوره وقطاعه مربعه، تقطعي على حسب ما انت عايزه، مدور مربع على حسب ما انت عايز. اللي انتوا شايفينه ده بجد مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده. عينيه الوصفة دي رمضان وفي اي وقت، طبعا رمضان غير رمضان، احنا طبعا كلنا بنحب نغير البسكوت المسكر، بس حبيت اعمل لكم وصفة سهلة وبسيطة وبمقادير بسيطة. يعني مش هتتحبي ان انت تكتبيها حتى، يعني سهلة وبسيطة جدا هتقومي تعمليها حل بالمقادير المتاحة في البيت. قطعت كده وهبتدي طبعا احطه في الصينية بتاعتي وهخرجه. يعني المفروض هيدخل في الفرن، اكون طبعا مسخنة الفرن من قبلها على اعلى درجة حرارة عندي، درجة حرارة عادية على بتاع 200 درجة. تمام. حلو الكلام. هنكون مسخنينه. هبتدي كده اخلص كل الكمية. طبعا دوت وشه بيدهن يا جماعة. وشه بيدهن ايه عندك؟ انا هنا ممكن صفار بيضة مفيش مشكلة، بس طبعا بما ان البيض غالي انا جبت كيس كوفي ميكس من الصغير خالص. لو عندك قهوة بلاك برضو بس هتدوبي القهوة البلاك مع لبن، طبعا معلقتين لبن زي ما انت شايفة. انا هنا حطيت الكوفي ميكس بس مع مية، دوبيه كويس جدا جدا وهتدهني وشه، بيديكي نتيجة ممتازة. والخليط ده يا جماعة ممكن للعيش ممكن لأي مخبوزات لو انت ما عندكيش لبن. الكوفي ميكس القهوة البلاك، بس القهوة البلاك لازم مع لبن عشان غامقة جدا هتسود لك الحاجة. تمام. دخل الفرن على درجة حرارة زي ما اتفقنا 200.
ما اخدش حاجه طبعا، في ثواني بيتعمل بسرعه يا جماعه، ما نطلعوش لونه محروق، هو ما بياخدش وقت في الفرن خالص، يعني اقل من 10 دقايق هتلاقيه اتعمل لانه خفيف طبعا. وبصي البسكوتايه منتفخه وشكلها جميل جدا. وبجد هيعجبكم، حلو قوي قوي، هيعجبكم بطعامته ولذته، وطري جدا يعني هو مش طري، هو ناشف، بس في نفس الوقت ناعم، ناعم جدا، ناعم نعومية رهيبة، بس بجد هيعجبكم فوق الخيال. بجد البسكوتة مش متحملة في ايديا ان انا امسكها، عايزة اوريك هي عاملة ازاي، يعني بمنتهى البساطة ومنتهى الجمال. ما اخدش والله في ايدي يعني نص ساعة، ولا تخمير ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة، البسكوتة نفخت قدامك اهي بدون اي مجهود، سهل وبسيط، يعني بسم الله ما شاء الله تعملوه يعني على طول، مفيش حاجة يعني. ان شاء الله الفيديو الجاي نازل لكم حاجات احسن واحلى، ويا رب اكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. فيديو اشوفكم فيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.